السلام عليكم متتبعي الاوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وجمعه مباركه ان شاء الله. جيناكم اليوم في قناه متواضعه، اكله مغربيه في الغربه. جيتكم اليوم بوصفه جديده اللي هي عباره عن كريسبي كريب رول، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكتجي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا الاخوان. هذا هو الشكل ديالها، كتجي هكذا. المذاق ديالها كتجي بحال هكا في الفاز ديالها لداخل، كتجي على هذا الشكل هذا الاخوان. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وهيا بنا الى الكوزينه مع تحضير المقادير. والسلام عليكم. بسم الله على بركه الله الاخوان. غادي نبداو في تحضير الكريب ديالنا. غادي ناخذ اناء على هذا الشكل، غادي نضيفوا عليه الحليب ديالنا. عندنا الحليب هنايا تقريبا 2 كيسان ديال الحليب، ماشي تقريبا ولكن عندنا 2 كيسان الحليب. كنضيفوهم في القدر ديالنا ولا في ما بغيت تخلطوا. غادي نضيفوا عليهم معلقه صغيره ديال السكر. غادي نضيفوا عليها معلقه صغيره ديال الملحه، عفوا نص معلقه صغيره ديال السكر ونص معلقه صغيره ديال الملحه، نص ملعقه الاخوان، وجوج كيسان ديال الحليب اللي درنا دابا. وغادي نضيفوا عليهم 3 معالق ديال الزيت، زيت المائده. غادي نعاود معكم الوصفه. بالنسبه للحليب عندنا 2 كيسان، الملح عندنا نص معلقه صغيره، السكر عندنا نص معلقه صغيره، بالنسبه للزيت عندنا 3 معالق كبار. سي بون، 3 المعالق كبار باش ما نديكاليو حتى شي حاجه. اوكي، نخلطوا المكونات ديالنا على هذا الشكل هذا واحد شويه، ونضيفوا عليهم الحليب ديالنا تدريجيا شويه بشويه باش ما تحبوش لينا لاباري ديالنا. نضيفوا شويه ونحركوا دائما مع التحراك. نعاودوا نضيفوا، نديروها على 3 المراحل وصافي باش تجينا ساهله. واخا ديال 11 من بعد غادي نديرو ليها الصفايه، غادي نصفيو لاباري ديالنا وغادي نضيفو عليها المرحله الثالثه. ضفنا عليها الدقيق. بالنسبه للدقيق نسيت ما قلت لكم المقادير ديالو. الدقيق عندنا 2 كيسان الا ربع، 2 كيسان الا ربع الاخوان. سمعتوني العيالات؟ 2 كيسان الا ربع، يعني كاس عامر والكاس الاخر ما عامرش حتى للفوق، يعني 2 كيسان الا ربع. فاهمين؟ مزيان. نحركوا الخليط ديالنا تيصبح لنا على هذا الشكل هذا، وغادي ندوزوه في الصفايه. بقاو معنا. من بعد الاخوان غادي ندوزوه في الباسوار، غادي ندوزوه في، غنشينويو، غادي نصفيوه على هذا الشكل هذا باش هذوك الحبيبات اللي كاينين يتحيدوا لينا، باش لاباري ديالنا تجينا ليس وما يجوش فيها الحبيبات. على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا راه كيبقاو شي ديال الدقيق. سي بون اخوان، هذه هي لاباري ديالنا، هذا هو الكريب ديالنا على هذا الشكل كيجي. غادي نفيلميوه وغادي نتركوه لمده ربع ساعه يرتاح لينا واحد شويه، ونرجعوا معكم باش نشوفوا العمليه ديال الطهي ديالو. اوكي الاخوان يلاه من هنا ربع ساعه، ما تزابيوش اخوان. بالنسبه للحشوه ديالي اللي غادي ندير، غادي ندير اللي غنعمر بها الكريب ان شاء الله. انا عندي كاسرونه درت فيها الماء، وغادي نضيف فيها صدر ديال الدجاج ديالي. انا هاد الدجاج بغيتو يجيني مسلوق، بغيت نسلقو. غادي نضيف فيها تقريبا، غادي نخليه واحد 15 ل 20 دقيقه بيد ما يتسلق لنا الدجاج ديالنا، ونرجعوا معكم اخوان باش نكملوا معكم الحشوه اللي غادي نديرو نعمروا بها الكريب. اخوان بالنسبه للدجاج بعد ما سلقناه كنحصلوا على هذا الشكل هذا، كنشدوه بفرشاط ونحاولوا نغشيوه على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل اخوان، باش يخرج لنا الشكل على هذا الشكل. حنا بغيناه بحال هكا. هذا راه صدر ديال الدجاج واحد اللي درت انا، ونستمروا على نفس المنوال اخوان تنكملوا هذا الشيء اللي بقى لينا. اخوان غادي ندوزو معكم بسم الله الرحمن الرحيم على بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله. غادي ندوزو معكم تحضير الحشوه ديالنا ان شاء الله. في مقلاة غادي شعلنا عليها البوطه، عندنا غنضيفوا عليها 3 الملاعق ديال الزيت،
طر. غادي نضيفو عليها 3 المعالق ديال الزيت بهذا الشكل هذا، وغنضيفو عليها البصله ديالنا. البصله عندنا بصله هنا صغيره بعد ما شلتها مزيان. غادي نضيفوها على الزيت ديالنا باش تقلى لينا، ونخليوها تقلى تيولي الكولور ديالها اللون ديالها يبدا يميل للصفوريه. اوكي الاخوان، يلا استمروا على هذه الطريقه هذه، ونخليوها بيد ما تستحمر تصفر لينا، ونرجعوا معكم احبائي في الله. من بعد الاخوان ما صبح الشكل ديال البصله ديالنا اصفر اللون، غادي نضيفوا عليه عندي هنا واحد الفلفله خضراء. انا عندي هي الفلفله خضراء، الا كان عندكم الوان من الاحسن ديروا فلفله صغيره حمراء وخضراء وصفراء. انا عندي غير خضراء، درت فلفله هنا، وعندي هنا الجزر حكيتو على الطريقه هذه، حكيتو في هذيك الهاشوار هذيك الحكاكه. وغادي نخلطوا مع بعضياتهم لمده دقيقه ونصف. نخلطوا المكونات مع بعضياتهم بهذا الشكل اخوان. اخوان بعد ما خليناها تقلات لنا واحد دقيقه ونص تقريبا، غنضيفو فيها العطريه ديالنا. غنضيفو تقريبا الملح على حسب الذوق كما كنقولوا ديما. التحميره نضيفو تقريبا واحد نص معلقه صغيره بالحق. الثومه غادي نضيفو واحد 4 معالق تقريبا. انا عندي ثومه حبوب. ابزار وهو كذلك ربيع معلقه. الزعتر نضيفو تقريبا واحد 4 معالق صغيره. غادي نحاولوا بهذا الشكل هذا. وعندي المنسمات، اعشاب منسمه، غنضيف واحد شويه حتى هي، غير واحد شوي. هادو هما العطريه اللي غادي نحتاجو الاخوان. ونقلبوا العطريه ديالنا باش تشرب لنا في الخضره ديالنا. بهذا الشكل هذا، ونخليوها واحد شويه بين ما تشرب لنا العطريه ديالنا في الخضره اخوان. من بعد غادي نضيفوا الدجاج ديالنا. نحاولوا نقلبوهم مع بعضياتهم حتى يندمجوا لنا المكونات كاملين مع بعضياتهم اخوان. من بعد غادي نضيفوا على واحد الملعقه ديال الجبن، وملعقه ديال الكيتشوب، ملعقه كبيره. هذا بها نضيفوها ديريكت الاخوان، تقريبا ملعقه كبيره ديال الكيتشوب. نخلطوا المكونات مع بعضياتهم حتى يندمج لينا هذا الجبن ديالنا والكيتشوب مع المكونات الاخرى. اخوان غادي نضيف انايا شويه الحار. بالنسبه للناس اللي كيبغوا الحار يضيفوا الحار، الناس اللي ما كيبغوش الحار ما كيبلاش يضيفوا الحار. وتقريبا الحشوه ديالنا هي جاهزه. ندوزو معكم دابا المرحله ديال الكريب. نطيبوا معكم الكريب حيت الكريب ديالنا راه داز تقريبا اكثر من ربع ساعه اللي دازت. غادي ندوزو المرحله ديال الكريب الاخوان، كيف نديرو تنطيبوا الكريب. اوكي ما تزابيوش، خليكم معنا اخوان. جينا معكم دابا باش نحضروا الكريب ديالنا. في مقلاه ديال الكريب كيفال ولا ديال المهم، غادي نضيف واحد شويه الزيت، شويه الزيت باش ما تلصقش لنا، حيت اصلا حنا ديجا درنا فيه الزيت. غير واحد شويه على هذا الحساب باش ما تلصقش لينا الكريب ديالنا.
الشكل هذا. نديرو واحد البوطه في نار تكون مهيله، ما تكونش نار مجهده الاخوان. سخنا الزيت واحد شويه باش نضيفو على لاباري ديالنا. لاباري ديالنا هي هادي، نحاولو لاباري قبل ما نستعملوها نحاولو نخلطوها واحد شويه، نخلطوها على هاد الشكل هذا. تجانس لينا المكونات مع كتصفى. اوكي الاخوان، بعد ما تسخنا المقله غادي نكملو معكم الطريقه ان شاء الله. اخوان بعد ما سخنت لينا المقله ديالنا غادي نضيفو عليها واحد المغرفه ديال الكريب ديالنا ديال الخليط. غادي نحاولو حنا كنخويو او ميم طون ندوروها على حساب باش تجينا على الشكل كما كتشاهدوا معايا، على هذا الشكل هذا. نخويو وندورو، نخويو الوسط وندورو باش تجينا على هذا الشكل هذا الاخوان، ونتسناوها طيب ولا ننتظر ونترقب. من بعد الاخوان حاولوا الجناب ديالهم ندوزوهم بسكين او شي حاجه على هذا الشكل هذا باش تجينا سهله باش نقلبوها. من بعد الاخوان غادي نقلبوها للجهه الاخرى وننتظروا الجهه الاخرى حتى هي تحمر، تصبح اللون ديالها على هذا الشكل هذا احمر. اخوان نحاولوا نقلبوها للجهه الاخرى. الله شعيبه بجعيبه. تحمر لنا ثاني في الجنب الاخر، نعاودو نقلبوها ثاني حتى تحمر لنا في جميع الاماكن. اوبس لا واحد شويه هنا، نحاولوا نهبطوا عليها واحد شويه باش تحمر لنا حتى من الوسط. كنظن بالكريبه ديالنا راه هي هادي على هاد الشكل هذا الاخوان كما كتشاهدوا معايا. نستمروا على الطريقه الاخوان حتى نكملوا لاباري ديالنا كامله ونرجعوا معكم ان شاء الله. الاخوان كما كتشاهدوا معايا هذا هو الكريب ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا. ها هي باقا سخونه، هذا هو الشكل، هذا هو الشكل الاخوان كما كتشاهدوا معايا. يا سلام، بقات لنا المرحله الاخيره الاخوان ياك. اونيفا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه اللي عندنا اليوم ان شاء الله غادي نحتاجو فيها، نحتاجو هنا واحد 2 معالق ديال الدقيق، وغادي نحتاجو القليل من الماء، القليل من الماء غنزيدو بشويه بشويه حيت هذه هي اللي غنلصقو بها العجين ديالنا الكريب ديالنا. يعني غادي نبقاو نديرو بحال هكا تعطينا خليط متجانس ويكون شويه ليكيد، يكون جاري شويه ما يكونش مجموع. على هذا الشكل الاخوان كيبان ليا هذا هو الشكل. غادي نزيدو شويه الماء وغادي نزيدو واحد شويه الماء ونزيدو بشويه بشويه تيدخل فينا. اوبس نزيدو شويه الماء. اخوان هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه هنا، غير بحال هكا. هذا حتى باش غنلصقو به لاباط ديالنا غادي تشوفوا الطريقه من بعد. مشو دقه دقه باش تشوفوا معايا الطريقه. هذا هو الخليط اللي بغينا. دابا غادي نمروا المرحله ديال نصوبوا معنا اخوان. بالنسبه للتغطيه ديال باش غادي نغطيو الكريب ديالنا غادي نحتاجو بيضتان، عندي هنا دانون السوس غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره، غادي نحتاج القليل من الملح والقليل من الابزار الاخوان. نمزجوا هاد المكونات مع بعضياتهم، نحاولوا نمزجوهم المكونات كاملين مع بعضياتهم الاخوان. حتى نحصلوا على هاد المزيج، هاد الخليط هذا على هاد الشكل هذا. هذا هو الشكل اللي بغينا الاخوان.
دابا اش بقى لينا غير نمروا المرحله ديال الحشوه باش نعمروا الكريب ديالنا. اوكي الاحباء في الله، يلا اوني فا خويا، بسم الله نبداو على بركه الله. الكريب ديالنا، الدجاج ديالنا، غادي نحتاجو جبنه الموزاريلا، وغادي نرافق مع الجبن ديال الشيدر، اي جبنه عندكم. وباش غادي نسدو الكريب ديالنا، هذا اللي درنا الماء ولا فارين والدقيق. بسم الله على بركه الله نبداو الاخوان باش نعمرو الكريب ديالنا. نحطو الكريبه ديالنا على هذا الشكل هذا. كنهزو واحد المقدار ديال الدجاج ديالنا اللي درنا على هذا الشكل الاخوان. بالراحه، الكوزينه كتهرس سي با غاف، هذيك المقيله. غنزيدو الفرomاج ديالنا الموزاريلا، وانايا قطعت هذا على هذا الشكل هذا. كتشاهدوا معايا كيبان كلشي مزيان واضح. من بعد غادي نشدو الكريبه ديالنا على هذا الشكل هذا، غادي نهزو هاد الجهه هادي، وغادي نحاولوا نجمعوها على هذا الشكل. وبالنسبه للدقيق اللي درنا قبيله، غادي ندوزو واحد شويه هنا على هذا الشكل هذا. هذا الشكل مبغيتش تحد من فمي كوم سا. اوبس، ستينا البارتيه. كيف جاكم الكريب ديالنا؟ نعاودو معكم واحده اخرى. شفتوا الكريبه ديالنا على هذا الشكل، نديرو الحشوه ديالنا. هادشي اللي قلت لكم انا، اللي كان عندكم الفلفله حمراء وخضراء ومخلطه بهادشي يا سلام. الحشوه نعمروها نتهلاو فيها باش تجي. وبالنسبه لهاد الوصفه الاخوان راه ترافقوا تجي في رمضان يا سلام. نديزو الفرماج ديالنا، نجمعو هاد الجنب مع هاد الجنب، ونهزو هاد الجنب هذا ندوه. زيد في غادي زيد. اوبس، نجمعو هذا ندوه معنا هنا بكل بساطه. ونحاولو نزيرو، حنا كنزيرو الاخوان. لا ما نهزوها، نحطوها هذا بحال هكا، ندورو ها الكريبه ديالنا على هذا الشكل الاخوان. ونستمروا على هذه الطريقه الاخوان حتى نكملوا الكريب ديالنا كامل ونرجعوا معكم اخواني اخواتي. اخوان الله يرضي عليكم تابعوا معايا. بالنسبه للطريقه، الطريقه باش نسدو الكريب ديالنا، حيت هذا الكريب مازال غادي نقليوه في الزيت باش ما يخرجش لنا من الجناب. اعتذر، مي غادي نوريكم دابا الطريقه الصحيحه. بعد ما كنديروا الفرماج ديالنا، انا كنبغي ندير معكم اي حاجه اللي باش حتى جربتوها تكون افيكاس، يعني تكون واحد الحاجه اللي هي ما فهمتي تصدق. كاين شي حاجه ما بغيناش ما تصدقش. الوغ ملي كنديروا الفرماج ديالنا ما كنهزوش الجناب هو الاول، اعتذر. اوكي كلشي معايا ياك؟ كنتابعين معايا؟ ندير لكم درس في الطبخ. غنهزو هاد الجنب هذا هو الاول بهذا الشكل هذا الاخوان، وغادي نهزو هاد الجنب هذا ونهزو هاد الجنب هذا كومسا ما غاديش تخرج لينا الحشوه ديالنا. اوكي الاخوان، ونعاودو نزيرو ونعاودو، حيت انا نبغي ندير معكم اي حاجه ولكن تصدق. ضروري ما خصها تصدق، ما صدقاتش سي با ماشي شي حاجه مزيانه. بحال هكا ما عمرها غادي تخرج لنا الحشوه. واخا نديروها بالزيت. نعاود واحده اخرى الاخوان اخوات على بركه الله بالسرعه. واخا غادي نطول عليكم هذا الفيديو مي نعتذر. حنا نبغيو نديرو معكم داكشي اللي كنديرو حنايا. دابا بقات ليا صافي الحشوه عندي هادي، ما غاديش تكون عامره بزاف، ماشي مشكل. غنعمروها بالفرماج. تهلاو فيها الفرماج. غادي نديرو نص ديال الفرماج ديالنا، نزيدو فيها شويه الفرماج باش تجي عامره. كيف قلت لكم الاخوان، النص نهزوها نتنوها هي الاولى، نتنوها عاده نهزو هاد الجهه نديروها هنا، ونهزو هاد الجهه نديروها هنا. علاش الاخوان؟ حيت باقي غنديروها بالزيت
إلا درناها بالزيت غادي تخرج لنا الكشوه ديالنا بحال هكا. دابا امبوسيبل واش غادي تخرج. هانتوما اوبس كونسا، ها هي ماشي مشكل عادي ما غاديش تخرج. انا سي بون اخوان تفهمنا باش ما نديكاليو حتى شي حاجه كونو. بسم الله على بركه الله الاخوان، غادي ندوزو باش نحضروا معكم الكريب ديالنا. المهم اول حاجه كنديرو كنشدو مقله ولا اي حاجه عندكم نديرو فيها الزيت باش نقليو فيها الكريب ديالنا. اوكي ها هي دايره في البوطه تتسخن. اخوان من بعد عندنا البيض ديالنا اللي كنا درنا قبل طربناه مع دانون وشويه البزار والملحه. وعندنا الشابلور هذا، انا عندي هي الخبز الكومير عندي. شديت الفران سخنت الفران ديالي طفيت عليه دخلت فيه الكومير واحد شويه وما طفيت على الفران ودخلت فيه الكومير كيقصاح كتشدو كتهرشيه بحال هكا ها بيديك تيخرج بحال هكا. وبالنسبه للناس اللي عندهم الشابلور ممكن يستعملوا الشابلور ولا حتى الكونفليكس ديال الدراكيتي تا هو مزيان. وانا غنستعمل مسحوق الخبز هو اللي عندي غنكتفي به حتى تا هو راه كيجي مزيان. وفي المغرب واقيلا كيتسمى بوشماط بحال هكا بوشماط. المهم ما عليناش. على بركه الله اول حاجه غادي نديرو بسم الله على بركه الله غادي نشدو الكريب ديالنا غادي ندوزوه في البيض ومن بعد غادي ندوزوه في الشابلور ديالنا ولا في الخبز ديالنا على هذا الحساب على هذا الشكل هذا الاخوان. ولكن من الاحسن يتغطى كامل على هذا الشكل هذا. انا غادي نوريكم كما كتشاهدوا معايا الاخوان جينا بحال هكا. انا غادي ندير هذه ديالي فوق البوطه حيت ديجا الزيت راه سخناه. بسم الله. غادي نعاود ندير معكم واحده اخرى نفس الطريقه نمروا على البيض ديالنا نعاودو نديروها في الخبز ديالنا ولا الشابلور ولا كونفليكس. بهذا الشكل الاخوان ونديروها فوق الزيت ديالنا ونستمروا على هاد الوضعيه الاخوان حتى نكملوا ونرجعوا معكم ان شاء الله باش ما نطول عليكم. كما كتشاهدوا معايا الاخوان انا درتهم في الزيت باش نمشي معكم دقه دقه نحاولوا نقلبوهم بعد ما تحمروا لينا. انا عندي بلاصه خاويه غادي ندير وحده اخرى. استغلوا الفرصه. اوبس كتشاهدوا الاخوان الكريب ديالنا ها هو كيطيب ها هو بدا كيتحمر قلبتو الجهه الاخرى. اخوان كيف ما كتشاهدوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي هو عباره عن كريسبي كريب رول. هذا هو الاسم ديالو كريسبي كريب رول. كيجي على هذا الشكل الاخوان. رافقناه مع عصير الفريت كاس العصير ديال البنان. انا كنديرو في كونجيلاتور هادشي علاش كيجيني بحال الميك بحال هذا الشكل هذا. هذا هو الديسير ديالنا وهذا هو الوصفه ديال اليوم الاخوان. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم واخا طولت عليكم واحد شويه. اخوان بالنسبه من الداخل كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معنا. يا سلام. هذا هو الشكل النهائي الاخوان الاخوات. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ومرحبا بكم معنا في هذه الطبله المتواضعه وفي حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.